غدا ماتش كبير عاوتاني بين الجيش وبركان، مقابله كبيره. من بعد غنطويو الصفحه ديال الشامبيونز ليغ وندوزو للصفحه ديال البطوله، لانه ماتش مهم. الجيش تربح هي الاولى، بركان تربح تولي لاصقه في الجيش نقطه، وعلى الماتش 2 نقاط. هذا هو اللي يعطينا القوه كبيره في هذه المقابله. كنظن بان هذه هي المباريات الكبيره ديال الدوري الاحترافي اللي كنبغيو نشوفوها. ماتش ديال القمه، خصوصا انه غيجي من بعد جوج ماتشات ديال الشامبيونز ليغ. ما كاينش الحسابات ديال الاقصاء، ما كاين الحساب ديال النقاط. اللي غيربح نقاط غادي يكون الطرف الافضل، يعني يا اما الجيش تمشي للصداره، يا اما بركان تزيد تقرب من الجيش الملكي في الترتيب، وتزيد يعني حتى على تقرب للرجاء والوداد والمغرب فاسي. وهذه هي المباريات اللي يعني كتعطي قيمه للدوري الاحترافي، خصوصا ان كنشوفوا جوج ديال الانديه اللي كيتنافسوا على الدوري الاحترافي بلاعبين في المستوى. كنظن بان المعنويات ديال اللاعبين ديال الجيش الملكي غتكون افضل بالنظر يعني للتاهل النهائي ديال عصبه الابطال، وبالنظر انهم انتصروا على بركان في الامير مولاي عبد الله بجوج ل0. ملي كتبقى كره القدم واخا تكون عندك الافضليه قبل المباراه، كتبقى يعني التيران هو اللي كيحسم. غنشوفوا عاوتاني القراءه ديال المدربين بجوج كيفاش غادا تكون الماتش، اللاعبين اللي غادي يعتمدوا عليهم. اللي كنتمنى تكون المباراه في المستوى، تكون بدون شغب، لان الماتش في الرباط داز بدون شغب. من للاسف الماتش بركان شفنا شنو اللي وقع والتخريب اللي كان، وهذا ما كنتمناوش انه يتعاود، وما نتمناوش